ايه الجمال والحلاوة دي؟ مين مشافش الفيديو ده ونفسه هفت على القطايف؟ يا حلاوة على الجمال. قرمشة بلون ذهبي كده جميل، طالعة بصوا جميلة. حبيت النهاردة اعمل مع بعض وصفة القطايف، وصفة مميزة جدا وكل الجمهور المصري بيحبها. القطايف ديت الواحد مش بيعملها اصلا في رمضان، وهي دي اللي بتحسنا يعني الواحد بيحس باجواء رمضان. تعالوا بقى بينا نخش على المقادير، وكل سنه وانتم طيبين. يلا، معايا اول حاجه كوبايتين دقيق، ومعايا كوبايتين ميه، منهم كوبايه ميه دافيه. ادي معايا، يبقى معايا ايه؟ كوبايتين دقيق وكوبايتين ميه. وحطيت 3 معالق سكر في البوله اللي انا هعجن فيها ديت، او اللي انا اعمل فيها عجينه القطايف. حطيت خميره حوالي عن نص معلقه او معلقه شاي كبيره، اما لو معلقه اكل تبقى نص معلقه. ماشي. وخلاص بقى هنزل بقى بالمية الدافية على الخميرة وعلى السكر، وهقلب الكلام ده كله لغاية ما يدوب في بعضه اهوت. اهم حاجة بس تدوب الخميرة كويس مع السكر مع المية كده، ما تخليش اي اثر للسكر ولا الخميرة. يلا، ولا بتاخد وقت ولا حاجة، كلها 10 دقايق وهناكل احلى حبة قطايف. اهو كده يا بنات. بقى حطيت اول كوبايه دقيق، والتقليب تبقى مستمر عشان مش يحصل فيها كلكعه او كلاكيع. يفضلوا يقلبوا كده يمين وشمال، وهنزلوا بقى برضو بالميه. انا نزلت بنص كوبايه ميه، وبعد كده نزلت بكوبايه الدقيق كلها. هنا بوريك اللي انا لسه سيبت فيها نص كوبايه ميه. ليه بقى؟ في دقيق هيشرب معايا كوبايتين الميه، وفي دقيق هيرفض يشرب كوبايتين الميه، وممكن يبقى يسيب حبه ايه في الكوبايه. ماشي. اهوت انا بقلب كده، وعزة ميه بحط، مش عايزه خلاص. انا هنا حسيت ان انا عايزه، حطيت برضو شويه كمان اهو. بوريكوا برضو. وهقلب برضو كده بالتقليب مستمر اهوت، يمين شمال اهوت، عشان مش في حاجه تكلكع وكده. حابه بقى ان انا اوريكم القوام، وفي نفس الوقت اوقات بيبقى في دقيق ماسك في قعر البوله وكده. بقى حبيت ان انا هقلب برضو في قعر البوله كده، عشان اتاكد مش في دقيق نازل تحت او في حاجه ماسكه في قعر البوله اهوت. واقلب يمين وشمال اهوت لحد الدنيا تبقى معايا 10/10. وعامة القطيف مش بتاخد وقت ولا بتاخد مجهود اهو. بصوا القوام الجميل دوت، بصوا. انا حبيت امشي معاكم برضو واحدة وواحدة، بس انا هنا حسيته اللي هو يعني بصوا تقيل سيكة خالص. هنزل بمعلقتين مية. بصوا هنا في حبة مية كمان، بس انا مش هنزل بده كله، هنزل بمعلقتين مية بس. هنا هقلب برضو يمين وشمال اهوت، عشان اتأكد برضو محتاجة برضو معلقتين المية ولا مش محتاجاهم اهو. بصوا، بصوا القوام الجميل ده. انا هنا حسيت ان انا لا محتاجة معلقتين مية، ما زودت معلقة المية. اما في دقيق هياخد منك كوبايتين المية كلهتهم. طب في دقيق هيعدي كوبايتين المية؟ لا، مش في دقيق يا بنات هيعدي كوبايتين المية. ماشي. اهوت هقلب بقى يمين وشمال اهوت، عشان مش يحصل برضو ايه الكلكعه وكده، تبقى العجينه ايه جميله معايا اه. القطايف بصوا هنا حصل كارثه، المعلقه اتكسرت مني. ها خلاص بقى، رحت جبت معلقه تانية عشان اطلع بقى المعلقه اللي اتكسرت. بس عماله ادور عليها اهو. اتقطمت مني نصين، في حته بوزه كده رفيعه مقطومه اهي. يلا الحمد لله. اول دي بصوا يا بنات القوام المظبوط اهوت. حبيت برضو اللي انا اوريهولكوا. وخلاص كده كده تبقى عجينة القطايف جهزت معايا، بس مستنية بس اللي هي تخمر. هتاخد ساعة او ساعة ونص على حسب تكفيتك. انا هنا هسيبها في المطبخ، عشان المطبخ زي ما احنا عارفينه اكتر مكان بيبقى دافي بسبب البوتاجاز. ما هسيبها في المطبخ عشان ما تاخدش معايا وقت. وهي ساعة ولقيتها بصراحة خمرت يعني، والدنيا كانت تمام معايا. تعالى بقى بينا نعمل الشربات بتاع القطايف. انا هعمل معاكم القطايف من سلام عليكم وحياة ايه ورحمة الله وبركاته، من طقطق لاخرها. المهم اعمل بقى الشربات. احط ايه في الشربات؟ كوبايتين ميه على كوبايه سكر، وكوبايتين ميه وكوبايه ونص سكر. يعني انا حطيت كوبايتين ميه، وهرجع عامله نص كوبايه سكر، وهرجع احطها. حطيت نص كوبايه سكر، يبقى الشربات بتاعي خد قدين، كوبايتين ميه وكوبايه ونص سكر. واشتنسوا عصرة الليمونة. خلاص بقى كده سبت الشربات اتعمل وركنته على جنب، وكمان برد. تعالوا بقى نكشف على القطايف. اكشف ولا مش اكشف؟ يعني كده بقولكوا عدوا اهو. يلا. بصوا هنا الحجم بتاعها اتضاعف، وكمان
يعني بان فيها الخمر، يعني نفس اللون العجينة اتغير، وكمان حصل فيها فقاعات كده هوا. بصوا اهوت. شفتوا الاول لما كنا بنمسكها كانت بتنزل بسهولة، دلوقتي عملت الخمر بتاعها. انا بقى مش عايزه القطايف بتاعتي يبقى فيها اي خمر، لازم اهبط العجينه، اهبطها خالص، مش عايزه فيها اي ريحه خمر. افضلي قلبي بقى كده يجي 5 دقايق. وممكن كمان لو عايزه تضربيها في الخلاط في الشفشه اضربيها، عايزه ان انت تضربيها بايدك كده ماشي تمام، 10/10. وممكن من اول ما حات الاخر تعمليها كلها في الخلاط، يعني ممكن يعني قبل ما احنا اللي كنا بنضرب في الاول كده، لا ممكن انت اصلا تضربها في الخلاط، بس انا بحب اعملها يدوي زي كده اهوت. لازم ما نخليش فيها اي خمر يا بنات، لازم. ليه؟ الخمر هيفشل لي القطايف، مش هتطلع زي بتاعه المحلات، يعني انا بصراحه بعملها احلى من بتاعه المحلات كمان. والله يا بنات تبقى قرمشه بطعم بحلاوه، بصي تحفه تحفه كده. اهو هنا هقلب خلاص. تعالوا بقى، انا بقى محتاجه ايه هنا؟ محتاجه حاجه لها بوز عشان يعني لما اجي افضي في الطاسه يعني اعرف ان انا افضي بيها. بس اهم حاجه كده ان مش لازم أنا اخلي فيها اي خمر. تعالوا بصوا، مش خليت فيها اي خمر، بصوا عامله زي البوزه، بصوا والله يا بنات. بصوا اهوت. عامله بقى البتاعه اللي معايا ديت، وبصوا ليها بوز كده هتساعدني موت لما اجي احط بقى في الطاسه. وعايزه برضو اوريكم البوز، بس انا قلت هغطي على القطايف عشان مش في حاجه تنزل فيها ولا حاجه تتعفر. بصوا البوز اهو. شايفين البوز ده؟ انا بنتوا برضو محتاجين اي حاجه ليها بوز زي كده. تعالوا بقى نجري على الطاسه. الطاسه تبقى سخنه كويس يا بنات، لازم الطاسه تبقى سخنه كويس. وهنزل بقى بالقطايف كده، ادي واحده بصوا ما شاء الله عليها، وادي التانية، وادي التالتة اهو. وبس كده. انتوا بقى ممكن تتحكموا في الحجم اللي انتوا حابينه، يعني انتوا عايزينها اكبر من كده، اصغر من كده، اللي انتوا حابينه اعملوه. هنا بقى معايا صينية عليها فوطة نضيفة كده بقى مستخدماها للمطبخ. هي الصينية تحت وحاطة الفوطة عليها كده فرشاها نصها، والنص التاني لما هاجي احط القطايف هغطي بيها. هنا بص القطايف دخلت في السوا وعملت فقاعات اهيت كده، تبقى القطايف بتاعتي ناجحة 100%. بصوا اهيت، دي نجاح القطايف يا بنات اهوت. هنا بشاور لكم الفقاعات دي كده نجاح القطايف، ما تخافوش من الحته دي، ده وحصل لكم اهو. على نار كده تبقى متوسطه، ولا عاليه ولا واطيه، تبقى نار متوسطه. بصوا اهي، هي بتدخل في السوا اهي. انا حبيت اول واحده دي مش هطفي يعني مش هكفي الكاميرا وكده، ان انتوا تبقوا شايفين يعني ايه الوضع بتاعها عامل ازاي. بتستوي معايا. بصوا هنا اهوت لونها اتغير. بصوا بقى حاجات بسيطه خالص وتستوي اهو. بصوا هنا اللون لسه مش اتاخد من تحت، يبقى لسه عايزة شوية، بيبقى لها لون كده من تحت، وهوريكم برضو اللون اهوت. كده بقى استوت معايا القطايف، وبدا منظرها بالمنظر التحفة دوت. ادي اول واحدة، وادي تاني واحدة، وادي تالت واحدة اهو. نجيب بقى الفوطة ونغطيها يا بنات كده، نحط كمان مرة اهوت. ادي اول واحدة، تاني واحدة، يلا عدوا معايا، تالت واحدة اهوت. كده الدنيا ظبطت معايا. ممكن دي جت كبيرة شوية، الاخيرة دي جت معايا كبيرة، بس يلا عادي كله هيتاكل. وهنا القطايف يدوبك بس هديت سنة سنة بسيطة، وبعد كده غطيتها بالفوطة عشان تبقى طرية معايا اهو. واسيبها وارجع للقطايف بتاعتي عشان مش في حاجة تتحرق مني. والقطايف اصلا بتستوي بسرعة، مش ينفع ان احنا نمشي ونسيبها في حتة اهوت. احط كمان واحدة، يلا يبقى 4 عشان ننجز يعني في ثانية وكده. يا بصراحة الطاسة دي كبيرة وبحب استخدمها عشان يعني ايه بتنجز معايا. بصوا اللون، ايوه دي بقى اللون دي كده تبقى مستوية. بصوا اللون دي، اللون دي اللي انا عايزاه يا بنات اه. يلا اسويهم كده عشان اجيب التانيين. ادي اول واحدة، وادي تاني واحدة، وادي تالت واحدة. ما فيش احلى من كده واجمل من كده، مش فيه بصراحة واغطي وارجع احط تاني. بفضل بقى شغالة كده يا بنات، محيت اول واحدة محيت اخر واحدة، اللي يطلع اغطيه عشان يفضل طري.
وانا هفصل بقى ايه الكاميرا، بس الاول هنملى البتاعة مع بعض تاني. هنا كانت خلاص خلصت اهوت. افتح بقى على عجينة القطايف. بصوا في الكوبايه كان فيها شويه. مش ينفع بقى ان انا اعبي الكنكه اللي معايا دي، عامه كنكه بس كنكه ناسيه اسمها والله. مش ينفع ان انا اعبي يعني القطايف من غير ما انا اضربها تاني بايدي، لازم اعمل فيها كده. يعني كل ما اجي هعبي اسمه إيه يا رب الكنكه، لازم اعمل كده اهو. يلا هعبيها بقى واروح اعمل تاني ايه قطايف. انا حبيت ان انا امشي معاكم واحده واحده عشان برضو مش تتوه مني، او واحده تعملها وتفشل. لا، انا عايزه اللي تعملها تدعيلي، لا تقول بصراحه تسلم ايديها، فكرتها جميله والطريقه تحفه. بحب ان انا اعمل معاكم واحده واحده عشان برضو مش تتوه مني. اهوت عند برضو الصينيه اهوت. ادي واحده، ادي التانية. انا عملت معاكم كذا واحده عشان برضو يعني تشوفوني بعمل ازاي وبمشي الخطوات بتاعتي ازاي. انا ممكن اعمل معاكم مره وافصل الكاميرا وخلاص، بس انا مش عايزه كده. انا عايزه اللي تطلع من الفيديو تبقى عارفه الطريقه ازاي. هنا خلاص كميه القطايف يعني خلصت معايا. وبصوا ما شاء الله القطايف عملت لي يعني كميه حلوه كتير قوي ما شاء الله. بصوا طريه جدا يا بنات. بصوا الشكل من ورا عامل ازاي، وزي اللي احنا بنجيبها من المحلات، واحلى احلى 100 مرة. بصوا ما شاء الله اهيت. بصوا ما شاء الله. بصوا حبيت برضو ان انا اظهرها لكم. بصوا جميلة تحفة وطرية كده وتحفة. بصوا ديت اهيت برضو. وخلاص دي بقى كمية القطايف اللي اتعملت معايا يا بنات، وتحفة تحفة كده. بص انا حابه برضه اوريكم اللون من تحت. والله يا بنات من حلاوتها مش عايزه اقفل الكاميرا من حلاوتها. انا بفرح لما حاجه بتنجح معايا، ببقى فرحانه موت. كل سنه بعملها، بس بعملها بالطريقه دي عشان الطريقه دي ناجحه 100%. ما بحب بصراحه اعملها بالطريقه دي. وادي المنظر الاخير اهوت. وبينا بقى عشان نقليها في الطاسه وكده، بس انا هغطيها عشان مش تنشف وكده اهو. وقت ما اعملها ابقى ايه يعني ايه ابقى اكشفها وكده وخلاص. هنا بقى كنت حشيت القطايف بتاعتي. كنت بقى حشيتها جوزة هند مع زبيب، وحشيت برضو يعني 3/4 بلح اللي بيبقى مروطة بالطري ده. يبقى تحفة يا بنات، تحفة كده بتبقى في القطايف. البلح اللي مروطة دي بيبقى جميل. وخلاص كده. وادي القطايف قافلة معايا، و10/10 ومقفولة اهيت، ومش في حاجة مفتوحة. والقطايف طالعة 10/10 اهي. بصوا جميلة جميلة والله يا بنات، جربوها وعلى ضمانتي. هنا بقى في طاسة حطيت فيها زيت سخن، وكان الزيت مولع يا بنات اهوت. وانزل بقى بالقطايف املى الطاسة كده اهوت. بملوا الطاسة كده قطايف. وهنا سرحت الكاميرا عشان الفيديو مش يبقى طويل قوي اهوت. احمرت من اول ناحية ورجعت قلبتها تاني اهوت. بس ما شاء الله واخدة لون جميل يا بنات، تحفة اللون تحفة. الكاميرا كمان ظلمة اللون. بصوا اللون طالع ازاي عامل ازاي تحفة. خلاص اهوت. خلصت القطايف بتاعتي. قلبها في الشربات. بس اهم حاجة كده تسيبوها شوية في الشربات عشان تشرب الشربات. عمالة اطلع واحط في الشربات. ومليت الطاسة كمان مرة واقلب بقى اللي انا حطيته في الشربات اهوت يمين شمال محد يشرب الشربات. وبعد كده لما سيبته دقيقتين كده في الشربات طلعته في مصفى اهوت عشان لو شرب شربات بزيادة ينزل. بصوا مش في حاجة فتحت ولا اي حاجة. بتمنى والله يا بنات الطريقة عجبتكم. الطريقة جميلة وجربوها وعلى ضمانتي. مش فيه ولا اي واحدة فتحت زي ما انتوا شايفين، وكله ماسك كده وجميل واخد لون ذهبي حلو قوي، والشربات مديله لمعة. واشوفكم في فيديو جديد يا احلى اخوات في الدنيا.